بكري المدينة، بكري انطلاقة ومحاولة دخول منطقة الجزاء ومرور لبكري، ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح فريق المريخ. بكري دخل بالكرة ولحق بها وقابل حارس المرمى وعمل معاه ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح فريق المريخ، ركلة جزاء لصالح فريق المريخ في الدقيقة 23. ركلة جزاء، من سينفذ ركلة الجزاء؟ ربما علاء الدين يوسف، على اعتبار أن كانت هناك مشكلات تواجه المريخ في تنفيذ ركلات الجزاء وإضاعتها. وكلت هذه المهمة لكابتن علاء الدين يوسف حكم المباراة البوتسواني يتحدث مع لاعبي الترجي اللي بيحتجوا على ركلة الجزاء. ركلة جزاء لصالح فريق المريخ. يلا يا شباب إن شاء الله يكون فيها الخير وفيها الولوج إلى المرمى. ركلة جزاء مريخية مشاهدي قناة النيل الأزرق في كل مكان، يا رب تكون فيها افتتاحية للتسجيل. علاء الدين يوسف يحاولوا طبعا يبوظوا أعصابه لاعبي الترجي ومدافعيه يتحدثوا معه باعتبار أنه حمل الكرة. علاء الدين يوسف ينفذ ركلة الجزاء لصالح فريق المريخ. ركلة جزاء لصالح فريق المريخ. ركلة جزاء لفريق المريخ. يتقدم علاء الدين يوسف لتنفيذ ركلة الجزاء. علاء الدين يوسف يتقدم، جول جول، الكرة في الشبكة. الهدف الأول لصالح فريق المريخ من ركلة جزاء تم تنفيذه بنجاح من القائد والكابتن واللاعب علاء الدين، ودعا يمين حارس المرمى. سجل الهدف الأول في الدقيقة 24. المريخ يتقدم على الترجي بركلة جزاء.